يعطيكم العافية، مرحب، تحياتي للجميع. سبحان الله، نحن العرب ما في عنا بشكل عام، ما عنا عقل يوزن. دايما نضرب الاكستريم، يعني يا نروح لأقصى الشمال يا لأقصى الجنوب يا لأقصى الشرق يا لأقصى الغرب. ما عنا حل وسط. الكل اوكي بيقول عن ايران وسخة ودنيئة واتباعها نفس الشيء بدهم يكونوا. بس ما المقصد اذا ايران كانت هيك؟ اذا اليهود اجوا ضربوها يعني صاروا اليهود مناح؟ ويطلع لي ناس بكل اسف بيقولوا عن حالهم مسلمين وعرب، بيمدحوا بالصهاينة صاروا وبيبجلوا فيهم. وفي امبارح كنت على احد المجموعات عم شوفوا معها سمية، عم يقولوا له لأفيخاي الحيوان: نحن ربونا على كرهك، انتم مناح بس ربونا لنكرهكم. هلا كلياتنا بنعرف نحن انه ايران والمتأيرين هن بيحبوا اسرائيل من تحت لتحت. لان بالاصل اسرائيل هي ام ايران الموجودة هلا، ام الدولة يلي تسمى الدولة الشيعية الاسلامية. لان يلي انشأوها هن وقت لما كان الخميني بفرنسا، وحكينا قبل هلا كثير نحن، وقنع القصر الإليزيه مشان يساعدوا الإليزيه، سحبوا ايدهم اختصارا وودوه على امريكا، او بالاحرى بعتوه وجهوه صوب امريكا. كارتر يلي كان بوقتها رئيس الجمهوريه كمان رفض. بعدين اللوبي الصهيوني الموجود هونيك هو اللي قنعوا لكارتر مع مجلس الكونغرس انه لا، خلينا نعمل له دوله لهذا، بعد ما قدم لهم الضمانات الكامله انه هو ما حيتعرض لهم ولا باي شيء. وكانت اسرائيل هي اللي ساعدته اللوبي الصهيوني مع المخابرات الاسرائيليه بنزع شو اسمه الملك، وبانه انشأوا الدوله معه. فيما بعد لما صارت الحرب الاولى كلياتنا لازم نعرف، للي ما بيعرف، اللي مخه سميك من هالناس اللي بيقولوا يدعوا الثقافه، بيقولوا عنه حالهم مثقفين او من الطبقه المثقفه، يلي قاعدين عم يمدحوا باسرائيل، ما عرفوا انه وقت الحرب الاولى مين ساعد ضد العراق، مين ساعد ايران ضد العراق؟ يلي هن اليهود، واللي هي طلعت فيما بعد فضيحه ووتر جيت من البيت الابيض، اللي هن كان راح فيها رونالد ريغان وقتها رئيس الجمهوريه الامريكانيه. وما عرفوا انه اليهود وامريكا هن يلي مع العرب بكل اسف وبكل انا بقولها بكل احتقار. اجوا العرب فرغوا لهم وطيروا صدام حسين مشان يجيبوا احمدي نجاد على الدبابه الامريكيه، فوتوها على العراق. يعني انا ما ببرئ حدا، يعني الكلمه المضبوطه بدها تنقال، التاريخ بده يكتب، ما منكذب ولا منلف وندور على بعضنا. شغله ثانيه، انتوا اللي عم تحكوا عليهم اليهود احبائكم صاروا، ما هن يلي عم يقتلوا هلا اهل الشيء اللي ما بدي اقول عن سكان غزه مسلمين، بني ادمين عم تموت قدامكم، عم يقتلوهم قدامكم. نسيناهم نحن لنقول عنهم يا حبيبي يا يا مدري مين، يا ضراب السخن؟ لك الله يلعن صهيون وصفيون بوقت واحد، اثنين انجس من بعضهم البعض. انا مستغرب انه في ناس بيركضوا مع ايران وماشيين لحديت هلا مع المقاومه، وناس ماشيين انبسطوا وانبهروا باللي عم تعملوا اسرائيل. هذا اكبر دليل على انه المتعلم عنا جاهل، وعلى انه يلي عنده ضمير بلا ضمير. اكبر دليل على الفروقات الثقافيه والغباء الموجود بمجتمع العرب كلياته، وتحديدا هلا نحن عنا هلا هون لبنان وسوريا والعراق وهالمحلات هول كلياتهم. واكيد ما فيني العرب بشكل عام عم بحكي البلاد العربيه كلياتها، ما عم استثني حدا ابدا. يعني بكل اسف عم لاقي ناس بفرنسا، بامريكا، الاتحاد السوفيتي، المكسيك، البرازيل، عم يثوروا
مشان الفلسطينيين، وعم يجنوا مشان الفلسطينيين، وعم يسبوا، صاروا عم يسبوا اليهود، ونحن بدنا نجي نقعد نمدح اليهود واخواتنا عم تموت، المسلمين والعرب اللي معنا عم يموتوا هون بغزة. لو شو صار بعقلكم؟ شو صار بعقلكم؟ لا انتو يا عرب انتو بتدلوا جربانين انتو. ما بعرف انا هلا اذا بده يشيلوا لي المقطع تبعي وحتى يحذفوا لي الحساب كلياته، بس قسما بالله العظيم شيء بخزق البدن، شيء مش طبيعي. عنا نحن موجودين، انا قاعد ببقرة حيوانات هون، يلي ماشي مع اسرائيل وحبيبتي اسرائيل، ويلي صار حبيبتي ايران. وبالنهاية ايران واسرائيل اثنين عم يتامروا عليكم. ليك ايران من وراء حزب الله ومن وراء كل هالعالم كلياتها، كيف قتلت الفلسطينيين، قتلت تبعون حماس، اغتالتهم وعملت لهم يلي بدهم اياه لليهود، واخر الشيء ضحت بحزب الله تبعها ورميتهم وعطيتهم صواريخ من دون صواعق ومن دون متفجرات بشكل يوصل الصاروخ لهونيك، سوري بالكلمه، يشخ عليهم ويضلوا ماشي وخلصت الشغله. هاي هي يعني كلها بهدله بهدله كلياتها صارت، واخر الشيء شو بدنا نعمل نحن؟ ولا شيء، ناطلين. ميرسي اخي خي ازرعي، وميرسي ايران وفدا سرميت الصيد ومدري شكلوه. لما بنقول شعب جحش يعني فعلا انتم شعب جحش، بعيد عن السامعين، ويلي بده يسب يسب، فتح لكم اياها ولا نعلق، ويعطيكم العافيه.